وطبعا وبامكانياته وقدراته كان واحد من نجوم العالم في الكره الطائره، واحد ليه اسمه الكبير، وفعلا ده منعكس على شغله وباين جدا النتائج الطيبه اللي بتتحقق مع فريق سيدات الاهلي لكره الطائره. كمل الخبر اللي كنت بتكلم فيه. باسم مرسي عنده عرض سعودي، الراجل قال انا مش هتفرج في هذه العروض او مش هفكر فيها لان انا منتظر عرض اوروبي سويسري. خبرنا الأخير، الزمالك يستقر على رحيل معروف ويفاضل بين ديورا وبتنة. طبعا احنا عارفين طبعا هداف الدوري الجزائري البوركيني بانو ديورا ده لاعب مميز جدا، وكمان المغربي مراد بتنة اللي ظهر امام الزمالك بشكل كويس جدا ولعيب مميز جدا. اكيد منتظر كل استفساراتكم وكل الاسئله اللي انتوا عايزينها على صفحتنا على الفيسبوك عشان نرد عليها من خلال تواجدنا معاكم ومن خلال وجود الكابتن خالد لطيف. ودي صفحتنا امامكم على الشاشه، هنرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم اللي هتتبعت لنا على صفحتنا، لان طبعا بتبعتوا لنا اسئله كتير واحنا دايما بنجاوب عليكم وهنجاوب عليكم بكل الاسئله، ولكن احيانا يعني بتبعتوا لنا اسئله يعني الاعلان عن صفقات باسماء احنا ساعات بننوه لكم، لكن في توقيت مش هينفع الحديث عن الصفقات، ربما الحديث عن بعض الصفقات قد يفسدها، وبالتالي الصفقه اللي بتكون داخله بشكل كبير والصفقه اللي بتكون ماشيه بشكل كويس هي دي الصفقه اللي احنا بنتكلم عليها، هي دي الصفقه اللي احنا بنقول لكم عليها. اما الكلام اللي قد يفسد اي صفقه سواء للنادي الاهلي او لغيره لا نتدخل فيها على الاطلاق. طبعا الفريق بيستعد بشكل جيد جدا للمباراه المقبله، والمباراه المقبله طبعا انتوا عارفين هتكون مع اسوان يوم الخميس، واللي هيكون هنا ليها استوديو تحليلي خاص جدا. واعتقد برضو ان من ضمن اخبارنا اللي كانت معانا الاخبار الحصريه، ولكن كنا عايزين نقصر فقره الاخبار الحصريه عن كده، ولكن مباراه الكونغو، هل مباراه الكونغو قائمه هتكون يوم 30 مايو وهي المباراة الودية للمنتخب المصري، ولا مباراة غينيا، ولا ايه اللي هيحصل؟ طيب الكونغو ارسلت موافقة شفهية لاتحاد الكورة، اتحاد الكورة عايز موافقة رسمية. الحديث في الامر ده يعني انا شايف ان المنتخب ماشي بشكل كويس، وقلنا من بدري علشان نحافظ على التصنيف لازم يكون المنتخب عنده الأجندة بتاعته الخاصة. كل الكلام ده هنتكلمه مع الكابتن خالد لطيف بعد فاصل سريع، نرجع ونتواصل، والكابتن خالد لطيف.